السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم راح أشرح لكم كيفية البحث على النصوص أو التقارير أو البحوث الجاهزة اللي تكون تحتوي يعني تقريبا 90% من اللي راح تلقونه أنتو هو بمصادر علمية، يكون كلام موزون، يعني مو أي نص اعتباطا، ويكون النص على صيغة الدوكيومنت فايل اللي هي صيغة المايكروسوفت وورد. يعني ممكن أنه تفتح برنامج الوورد وتعدل عليه أو تنسخ وتلصق كيفك. طبعا هذا الموضوع اللي أنا راح أسويه أحتسبه لله عز وجل، أنه نشر العلم والفائدة، لا أقصد به الأذية للناشر ولا أقصد به السرقة العلمية لأي شخص كان، لكن التكنولوجيا اللي موجودة حاليا هي لغرض إفادة الجميع، مو حكرا على شخص. خلونا نبدأ بالشرح. طبعا عندنا هنا نص البحث، هذا اللي راح أخلي لكم إياه بالوصف، تنسخوه تلصقوه تكملون عليه العنوان اللي تريدوه. أنت ممكن مثلا أنه لو تريد تبحث عن موضوع الطاقة فرضا على سبيل المثال، أنت تريد الطاقة أو مصادر الطاقة، التلوث الناجم عن الطاقة إلى آخره، تستخدم هذا النص قبل كل شيء فايل تاب داش دوك. طبعا هنا الفايل تاب هي صيغة الملف، يعني دي او سي اللي هي دوكيومنت، اختصار الدوكيومنت اللي يعني بالعربي ملف قابل للتعديل. لو كنا نريد كتاب بي دي اف بدل الدوك نخلي بي دي اف، هذه حتكون عندك الصيغة مالت كتب البي دي اف. طبعا كتب البي دي اف غير قابلة للتعديل إلا بعد استخدام برامج معالجة خاصة، وهذه البرامج ما حتكون متوفرة عند الجميع. أنا أفضل دائما البحث عن دي او سي دوك، يعني دوكيومنت الآن سلايد، اللي هو حيكون عندنا عنوان الموضوع. تمام، سنجي ننسخ هذا النص، كوبي، روح المتصفح جوجل، نعطي لصق، نمسح انت فايل، نكتب البحث مالتنا مثلا الطاقة. فتح عندنا المواضيع. انتبه هنا، لو باحث انه مباشرة الطاقة، شوف صيغة او الواجهة كلها اللي خاصة بجوجل تغيرت. هنا ايش قد عندنا؟ 17 مليون و700 ألف نتيجة. لما نجي على التخصيص 115 نتيجة فقط هي المواضيع المفيدة، مواضيع اللي تختص بنطاق دوكيومنت اللي قابلة للتعديل، أشبه بالبحوث أو التقارير العلمية. يعني هسه لو نختار الموضوع الثاني، هذا مكون من 27 صفحة، الكلمات 3700. هذا راح يكون عندنا طبعا وافي وكافي لكل موضوع أنه ممكن تكتبه. دائما هذه البحوث طبعا تعتمد المصدر أو الهامش اللي يكون بنهاية الموضوع، ما يكون مثل البحوث اللي نستخدمها احنا بالعراق، لازم يكون المصدر أو الهامش من ضمن الصفحة. يعني أنا لو كتبت طاقة المحيطات وتظهر من خلال 4 أنواع من الطاقة، لازم أنطي هنا هامش بنفس الصفحة باسم الكتاب اللي اقتصيت منه. في أغلب هذه البحوث لا، راح تلقى المصادر بالأسفل. مثلا هسه لو نبحث عن التلوث،
هذه المراجع والمصادر اللي تكلمنا عنها. لو نرجع للمتن راح نلقى الاستدلال اللي ماخذ منه كتاب الإنسان وتلوث البيئة مهندس محمد السيد، وبهاي الطريقة ممكن أن نرجع كل شيء إلى مصدره. ومن الله التوفيق، لا تنسوني من صالح الدعاء. عفوا، ملحوظة أنه راح تقولون شلون نقدر نعدل عليه. ممكن هنا تمكين التحرير، خلاص أصبح نص قابل للتعديل. وبهذه الطريقة ممكن أنه يكون كل شيء عندنا قابل للتعديل وقابل للاستفادة بأقل وقت وجهد. لكن لا ننسى ذكر المصدر اللي مقتصين منه للأمانة العلمية ولنشر الفائدة الأكبر. وفقنا الله وإياكم لكل خير، ولا تنسوني من صالح الدعاء. أخوكم محمد سامي الدليمي.